اللي بيجي بالرخيص بيروح بالرخيص. easy money easy go. ايه النصيحة اللي انتوا تستنوا اي حد يقولها لكم زمان قوي وعدى عليها وقت؟ ايه اللي انتوا عملتوه في حياتكم وندمتوا عليه؟ حد خلاك تتنازل عن اي حق من حقوقك عشان خاطر هو بيحبك وانت رفضت وقلت لا؟ هو شايف ان انت مش بتحبه، انت شايف هو لغة الحب بالنسبة له ان انت مثلا اي تلامس اي تاتش اي كلام هو بالنسبة له دي لغة الحب. لا، هو بالنسبة لك ان انا ما ينفعش حد يتخطى معاه اي حدود بالنسبة لي عشان خاطر اعرف هو بيحبني ولا ما بيحبنيش. واسأل نفسك سؤال واحد: هو انا ليه كل ما برفض مع الشخص ده اي تلامس او اي كلام او اي حاجة هو ليه ما بيحترمش الكلام ده؟ طب هو ليه مش بيحترم كلمة لا اللي انا عايزة اقولها؟ ليه مش مقدر ان انا ممكن يكون في حواجز عايزة احطها او في حدود عايزة احطها لعلاقتنا؟ هو مش فاهم ده، هو مش بيحترم كلمة لأ، أو هو شايف إن أنتي متعالية عليه. لأ، هو شايف إن هو فقد السيطرة عليكي، فبالتالي دي لغة الحب بالنسبة له السيطرة وبس وحب امتلاك. ونرجع ونقول يا جماعة إن الحب الحقيقي هو تلامس بين شخصين حابين بعض وحاسين بالأمان مع بعض. هو مش بيحطك في موقف عشان يختبرك إن كنت أنتي حد كويس ولا حد مش كويس. لو الشخص ده بيحبك بجد عمره ما هيقلل من كلمة لأ اللي أنتي بتقوليها من جواكي. والشخص اللي بيزعل من كلمة لا هو مش متضايق من ان انت رفضتي السيتويشن اللي هو عايز يعمله معاكي، هو بس متضايق ان هو فقد الرجولة بتاعته معاكي. وفي النهاية عايزة اقول لكم ان الحدود دي مش قسوة خالص، الحدود هي اللي بتحط حواجز وهي اللي بتحط جسور وهي اللي بتعمل لكم حماية لحبكم. يلا بقى، عايزة اعرف ارائكم في الكومنتات. ايه الحاجات اللي انتوا عملتوها زمان وما كنتوش لاقيين حد يقول لكم قولوا لا عليها؟ ايه التنازلات اللي انتوا قدمتوها في علاقة عشان خاطر تتم وما تمتش خالص؟ ايه الحاجات اللي انتوا قدمتوها سهلة ورخيصة في العلاقة واتضح لكم في النهاية ان ده ما ينفعش يحصل خالص؟ يلا بقى، عايزة اعرف ارائكم في الكومنتات.